كان محمد علي يحلم دائما بالشام، بضم الشام. أولا الشام هي الجناح الأساسي والعمق الاستراتيجي لمصر. الشيء الآخر، على مر التاريخ لم تقم دولة مركزية في الشام إلا سعت نحو مصر، ولم تقم دولة مركزية في مصر إلا سعت نحو الشام منذ أيام الفراعنة في مصر. ومحمد علي لا يستطيع أن يخرج على هذا النظام أو هذا الناموس. محمد علي يقول لنفسه: طيب ولماذا لا تكون لي وأنا أنام على قاعدة كبيرة، دولة عريقة قاعدتها مصر، لها إمكانيات وموارد عظيمة، فيما لو أحسن استغلالها ستتحول إلى قوة عظمى. طبعا البعض قال أنها الإمبراطورية العربية، حتى إن بقى الأنصر النمساوي عند مرحلة معينة قال هذه الكلمة: إني أرى دولة عربية تستيقظ من نوماتها العميقة. محمد علي لم تكن لديه توجهات عربية قومية، لكن إبراهيم بالتأكيد كان يمتلك جزء كبير منها. مصر التي مصرت إبراهيم باشا هي التي بعد سنوات طويلة ستنتج شخص اسمه جمال عبد الناصر، وسيحاول أن يعيد بناء المشروع القومي العربي الذي ربما أول ما خطر في بال إبراهيم باشا. من 27 ل 30 استعاد محمد علي قوة جيشه وعافية جيشه، تسليح جديد وتجنيد جديد إلى آخره، واستعد لغزو الشام فيما لو رفض السلطان إعطاءه إياه. فطلب من الباب العالي أن يصدر السلطان فرمانا بضم الشام إلى مصر، لكن السلطان رفض، وقرر أن يهديه نيابة عن ذلك جزيرة كريت. فمن هنا ازداد محمد علي مرارة. لو أضاف الشام إلى محمد علي حتتشكل بالفعل قوة حتصبح ربما تكون خطرا على الدولة العثمانية ذاتها. حملة الشام كان في رأيي الغرض منها تأمين حدوده وإنشاء عازل بينه وبين أي قوة محتملة تيجي من الشمال. كل الطرق تؤدي إلى الشام، بلاد غنية بالرجال والموارد البشرية، وقدس شريف سينضم تحت لوائه إلى جانب الحرمين الشريفين، وخطوة واسعة في عمق الأراضي العثمانية. Bu arada Osmanlı Devleti de çok rahat durumda değildi. Bir taraftan savaş söz konusu, savaş dediğimiz Rusya ile savaş söz konusu, 1828-29 savaşı. Diğer taraftan Balkanlarda isyanlar, İşkodra isyanı, diğer taraftan Şam'daki isyan. Bütün bunlar aslında Mehmet Ali'nin Baba Ali'ye karşı Suriye seferini başlatma noktasında elini rahatlatan faktörlerdi. Çünkü bu işlerle uğraşmak durumunda kalan Baba Ali'nin bütün gücünü Mehmet Ali'nin Suriye'ye yönelik bu hareketi üzerine teksif etme imkanı zaten söz konusu değildi. خلاص. كان القائد إبراهيم في انتظار ساعة الصفر، وكان الباشا في انتظار الفرصة المناسبة. وجدها عندما رفض والي عكا تسليم 6000 فلاح مصري فروا من مصر إلى الشام. أرسل الباشا إليه قائلا: إما أن ترسلهم أو آتي لأخذهم جميعا زائدين واحد. وقد كان. بدأ إبراهيم باشا حملته بتوجيهات والده محمد علي باشا لضم الإقليم المهم جدا لمصر وهو إقليم بر الشام، وسلك الطريق الذي يسلك كل الفاتحين العظام، واصطدم أولا بعكا التي اصطدم بها قبله نابليون. كل التوقعات كانت تدل على أن عكا ستكون الحاجز والجدار ضد حملة إبراهيم باشا. حتى عكا القوية التي قاومت نابليون بكل جيوشه لم تقاوم أكثر من 6 أشهر، ثم استسلمت ودخلتها قوات محمد علي باشا. عندما دخل إبراهيم باشا بقوات المصرية إلى دمشق كانت الشام تعيش حالة حقيقية من الفرح. أنا أتوقع لماذا وأعرف لماذا، لأنهم واجهوا لأول مرة جند منتصرين يدخلون مدينتهم بدون سلب ولا نهب، دخلوا بشكل حضاري جدا جدا، وهذه كانت مفاجأة لأهل الشام، وهي التي أكسبت إبراهيم باشا مبدئيا شعبية كبيرة.
رغبة شعبية في إنهاء حكم متهالك، حكم كله مظالم، حكم كله ضرائب. دمشق قبل أن يدخل إبراهيم باشا كانت تعيش ثورة حقيقية على الوالي العثماني. جاء إبراهيم باشا إلى حمص فوجد الجيش العثماني يشكل سد أمامه، قرر أن يقوم بهجوم مضلل عبر هذه المنطقة تماما ما بين نهر العاصي وما بين قناة الري التي تسير شرق النهر. انطلقت مقدمة الجيش، كتلة الجيش الكبيرة باتجاه الشرق والتفت على الجيش العثماني، وكانت معركة سريعة جدا تهاوى على أسر الجيش العثماني وهزم الجيش العثماني هزيمة كاملة. في حلب توقف قليلا لأنه كان يدرك أنها ستكون قاعدة إمداده. مصر أصبحت بعيدة الآن، قاعدة إمداد حلب. اضطر أن يهيئ الجو العام لأنه عرف أنه سيدخل بعد حلب الأراضي التركية، أراضي الأناضول. فقام حملة دعائية، حملة توعية كسب فيها الرأي العام، يشرح لهم أهدافه من هذه الحرب، والتي كانت بالتأكيد مغايرة تماما لما بثه بينهم العثمانيون من أنه وال خارج عن الطاعة. محمد علي كان يرى أن السلطان العثماني يسير بالدولة نحو الانهيار، وأن من الممكن لو فرض نوع من الوصاية عليها مستقبلا أو يلعب دور في سياسة الدولة نفسها من الداخل، فهذا يصب أيضا في حلمه الإمبراطوري. إعادة الحياة للدولة العثمانية، يبعث فيها الحياة كما بعث الحياة في مصر. وصل القائد إبراهيم تقدمه حتى وصل إلى قونيا شمال حلب، وهناك وقف الجيش المصري متأهبا لمواجهة كبرى مع الجيش العثماني. بدأت المعركة، وفي أقل من 7 ساعات انتصر المصريون كالعادة وأسروا القائد التركي، وأصبح الطريق مفتوحا إلى اسطنبول. أصبح الجيش المصري قريب من الأناضول، من آسيا الصغرى ومن الدولة العثمانية، قاب قوسين. السلطان لقى انه الوالي بتاع مصر غزا الشام وأباد 5 جيوش. أصبح الطريق مفتوحا أمام محمد علي ليرث الدولة العثمانية. عند هذا الحد توترت العواصم الأوروبية، وبدأت ترفع شعار حماية الدولة العثمانية من هذا الوالي المتمرد، هذا الوالي الطموح الذي لا نعلم إلى أي مدى ستقوده طموحاته. اللي زاد من الطينة بلة بالنسبة للإنجليز وأفقهم من الغيبوبة اللي كانوا فيها هم والفرنساويين، إن هم فوجئوا بأن السلطان العثماني لما اتزنق طلب العون من روسيا، فروسيا بعتت قوات، ولأول مرة في التاريخ تنزل القوات الروسية في البوسفور بموافقة من الدولة العثمانية. فطبعا على ما بدأوا يفوقوا بقى قال لك لا، الكلام ده غير مقبول، وبدأوا يبعتوا يفاوضوا محمد علي، يقولوا له لا، وقف عند هذا الحد. محمد علي بدأ يدرك أن القوى الأوروبية التي حطمت أسطوله في نافارين وضعت عيونها عليه جيدا، وأنها لن تسكت لما يحدث، فأراد أن يتحسس موضع أقدام جيشه، فأمر ابنه أن يتوقف، لكن إبراهيم كان ضجرا من أبيه. في أعقاب قونيا كتب إبراهيم لأبيه يقول: كان من العبث أن نتوقف في قونيا، فإن قونيا بعيدة عن رجال الأستانة، وهم لا يقبلون عقد الصلح معنا إلا إذا دخلنا عليهم في العاصمة، وإني لأسأل نفسي ما هو الداعي الذي دعا إلى إصدار الأمر بالتوقف؟ أهو الخوف من أوروبا أم هو شيء آخر لا أعرفه؟ إبراهيم عسكري يفهم قوة السلاح، أما شايف إن هو السكة مفتوحة قدامه، فالسؤال هو طب ما أنا أكمل وأزحف. وقف جنوده عند مرحلة معينة علشان ما يبعثش الخوف أكتر عند الجانب الأوروبي. إدراكه إنه لو سمح لابنه إنه يكمل على اسطنبول، هذا النزاع بين القاهرة والأستانة سيتحول إلى نزاع أوروبي، لأن وصول محمد علي وجيوشه إلى الأستانة معناها انهيار الدولة العثمانية. انهيار الدولة العثمانية معناها نشوء
حرب أوروبية على ممتلكات هذه الدولة. في هذه الحالة هو أدرك وقايل ده بوضوح، أنا ما بقراش بين السطور، قايل لابنه قال له لو الموضوع وصل للدرجة دي الإنجليز هينتهي بيهم الحال في اسكندرية، والروس هينتهي بيهم الحال في اسطنبول، والدولة العثمانية هتقسم بين الروس والإنجليز. تحركت أوروبا لإعادة الأمن ولو مؤقتا بين خليفة مغلوب على أمره ووال طموح. عقد الصلح الشكلي في كوتاهية التي تبعد مسيرة أيام قليلة من اسطنبول. المؤرخون يعتبرون أن صلح كوتاهية هذا هدنة مسلحة من الجانبين. محمد علي يستعد لجولة قادمة مع جيش الدولة العثمانية، والسلطان العثماني يستعيد بناء جيشه من جديد لكي يطرد ويقاوم هذا الوالي المتمرد ويعيده إلى مصر بالقوة مرة أخرى. صلح أضاف الشام وأضن تحت حكم محمد علي، بالإضافة إلى تثبيته واليا على مصر والحجاز، وأصبحت دولة محمد علي 100,000 فرسخ و7 ملايين نسمة. عشان كده المسألة الشرقية مش هتبقى مجرد معالجة موقف الدول الأوروبية من الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية، وإنما من الإمبراطورية الوليدة محمد علي. الإنجليز مع النمساويين مع الروس ضد فكرة إن محمد علي أو إبراهيم يقضوا على الدولة العثمانية. هم كان في عرفهم إيه؟ الدولة العثمانية في الفترة دي دولة تحتضر، يقول لك dying state، هي بتموت. احنا دلوقتي لو خلينا محمد علي، ومصلحتنا انها تموت، لكن لو محمد علي هو اللي ضرب السلطان العثماني يصبح هو السلطان ويصبح في مركز القوة، لا مش ده. الدول الأوروبية بالتأكيد ما كانت ترغب بأن تستبدل الرجل الضعيف برجل قوي، بدولة قوية عصرية متمكنة من العلوم، متمكنة من الإدارة الجيدة. بر الشام بكامله كان يعيش كما كان يعيش قبل 1000 عام. جاء إبراهيم باشا فشكل الصدمة الحضارية، صدمة حضارية حقيقية لبر الشام ولأهل الشام، فشعروا أن هناك شيء، أن هناك حضارة، أن هناك عالم آخر ينمو ويتطور خارج بلاد الشام. الإمبراطورية اتسعت الآن أقدام في الجزيرة العربية، جيوش وحميات عسكرية. السودان تحول إلى جزء من مصر، الشام هو الآخر تحول إلى جزء من مصر، في انتظار أن يتحقق حلم جديد.